ايه رأيك لو اضمن لك 21,000 جنيه لو عملت 200 رحلة في اوبر في خلال شهر؟ ده الجرانتي اللي بينزل عند بعض الناس اللي هي بتقعد فترة طويلة ما تفتحش الحساب بتاعها، فاللي هو كان بيجر رجليك يقول لك طب خد الجرانتي ده، وينزل لك يقول لك ايه بضمن لك دخل معين لو عملت عدد الرحلات دي، وانت بقى بتختار بقى، وبيديك 3 عروض تقريبا على حسب ما بينزل لك. يقول لك مثلا اعمل 75 رحلة واضمن لك 7,000 وشوية، اعمل مثلا 121 رحلة اضمن لك 12,000، اعمل 200 رحلة في خلال شهر، في خلال 30 يوم، واضمن لك ان انت تحصل على 21,000 جنيه. ولكن هو بيقول لك اضمن لك، عشان في ناس فاهمه الموضوع ده غلط. ده يا جماعه جرانتي مش بونص، يعني هو ما بتعملش 200 رحله يقول لك خد بقى ال 21,000. هو لا، هو بيديك الباقي اللي انت ما كملتوش. يعني على سبيل المثال لو انت اخترت ال 200 رحله 21,000 وكسور، وبعد ما عملت ال 200 رحله دول، ال 200 رحله انت كان صافي الدخل بتاعك فيهم مثلا 20,000، فهو بيزود لك ال 1000 اللي ناقصه ديت. عشان في ناس تقول لك ايه بتعمل 200 يقول لك هات اديني بقى، انت ايه اللي على 21,000 هم فين؟ عملت مثلا العرض اللي هو ابو 7,000 ده مثلا، وعملت ال 75 رحله، عملت في ال 75 رحله دول صافي دخل مثلا 5,000 جنيه، فهو يروح حاطط لك ال 2000 اللي باقيين لك. لو عملت اكبر من العدد اللي لو الرقم اللي هو قايل لك هضمنه لك، خلاص انت ما بينزلكش حاجه اصلا. هيجي بقى واحد عينيه مدوره يقول لك اه يا بتوع اوبر ده انتوا على قلبكم قد كده، انا اروح اجيب عربيه بمليون جنيه وانزل بقى اشتغل عشان الم الفلوس دي كلها. اكيد انت مش واخد بالك ان مثلا 200 رحله دول شغل شهر كامل متوسط، يعني شغل شهر عملت لك 21,000، نصهم رايح بنزين وصيانه، والنص التاني بتصرفه. بعدين يا سيدي بقول لك الجرانت ده بينزل للناس اللي هي اعتزلت اصلا عشان يخلوهم يشتغلوا تاني، يعني مش هو ده الطبيعي. انت بالطبيعي بقى يعني احنا بنتكلم دلوقتي في متوسط المشوار ب 100 جنيه، لا هنا انت متوسط المشاوير اللي هتعملها لو ما فيش جرانتي او بونص تلاقي بقى مشوار ب 50، مشوار ب 40، مشوار ب 100 كده. يعني جرانتي ده نزل عندك وانت عاوز تستغله، المفروض ان انت بتعمل ال 200 رحله دول مشاوير صغيره، يعني مثلا مشاوير اللي هي بال 50، بحيث ان انت ال 200 مشوار دول تعمل فيهم رقم اقل من ال 21,000 علشان ايه ينزل لك الفرق ده. بس كده.